دي صورة ل21 دولة بيعاني سكانها من رجال من نوع من تساقط الشعر بنسبة مش قليلة خالص، ودي صورة لواحدة بتشد شعرها تكاد تكون حاجة عادية بس على المدى البعيد هتوصلها للتساقط بالشكل ده. ودي صور مختلفة لمشكلة واحدة وهي مشكلة تساقط الشعر. أنا رانيا عاشور، صيدلانية مهتمية بمنتجات البشرة والشعر. النهاردة هنتكلم عن مشكلة منتشرة جدا وهي مشكلة تساقط الشعر. قبل ما نتكلم عن مشكلة تساقط الشعر كأنواع وأسباب وعلاج، تعالي يلا بينا نعرف أكتر عن دورة حياة الشعراية. الشعرة ليها دورة حياة من أول ما تتولد لحد ما تبتدي إن هي تقع. دورة حياة الشعراية بتتمثل في 3 مراحل أساسية، هي مرحلة النمو، مرحلة ثبات، مرحلة إن الشعراية تقع. أنا ليه هقول لك أصلا دورة حياة الشعراية؟ علشان لو حصل خلل في المراحل دي أو مرحلة جت على حساب مرحلة تانية هتؤدي لمشكلة التساقط. مرحلة النمو دي أكتر مرحلة بتاخد وقت طويل، متوسط 3 سنين. مرحلة الثبات دي لا الشعراية لا بتقع ولا بتنمو، دي متوسط 3 شهور. أما مرحلة التساقط إن الشعراية تقع بدون أي مجهود، دي بتاخد متوسط 3 أسابيع. يعني الطبيعي إن شعرك يقع عادي مفيش أي أدنى مشكلة، بس عدد الشعر اللي يقع في اليوم متوسط من 50 ل 100 شعرايه. لو زدنا عن العدد ده فمعناها ان في مشكله تساقط شعر عندنا. وعلشان تقدري تعالجي تساقط الشعر صح من غير ما تجيبي منتجات على الفاضي وترميها في الارض ومن غير اي نتيجه، لازم تعرفي انواع واسباب تساقط الشعر. انواع تساقط الشعر 4 انواع رئيسيه. اول نوع وده اللي هو اسمه تاليجن افلوفيوم، وده معناه ان الشعرايه بتدخل في مرحله التساقط اكتر من مرحله النمو، وده سببه بقى حاجات كتيره زي ضغط عصبي او مشاكل صحيه معينه او ان احنا مش بناكل كويس. في النهايه الشعر بيقع بشكل كبير جدا. تاني نوع معانا هو تساقط الشعر الوراثي، وده بيحصل عند الرجال بمسمى الصلع الوراثي وبدرجات مختلفه زي الصور دي. اما عند السيدات بيحصل بصوره مختلفه وشكل كمان مختلف زي الصوره دي، بتبقى الشعر متماسك من الاطراف بس من النص بيبقى مفيش شعر، وده بيحصل بالتدريج على سنين كتيره بس بيبتدي يعبر عن نفسه عند سن البلوغ او سن 20 سنه. يعني ممكن يكون حد بيعاني من الصلع الوراثي سواء كان راجل او ست، بس وهو صغير كان شعره طبيعي عادي مفيش اي ادنى مشكله، وده لان الهرمونات عبرت عن نفسها بعد مرحله البلوغ. ثالث نوع معانا من تساقط الشعر هو بسبب الثعلبه، ده نتيجه ان جهاز المناعه قرر انه يهاجم بصيله الشعر فبتظهر على شكل بؤر بالصوره دي، وبيكون برضو بدرجات مختلفه. رابع نوع معانا هو فرونتال فايبروزنج الوبويشيا، وده بيكون تساقط من مقدمه الشعر واحيانا من الحواجب، بيظهر عند سن 40 او 50 سنه وغالبا عند السيدات، وده سببه مش معروف بس عاده بيكون مرتبط بمشاكل مناعيه او بالهرمونات عشان ده سن انقطاع البريود. كده اتكلمنا عن اشهر انواع التساقط، بس في شويه اسباب برضو بتخلي يحصل ان في تساقط، يلا بينا نتكلم عليهم. من ضمن الاسباب اللي ليها علاقه بتساقط الشعر هي التغذيه، بمعنى ان احنا مش بناخد العناصر اللي الجسم محتاجها. زي مثلا حد بيعمل دايت قاسي او بعد عمليات تكميم المعده، طبعا كميات الطعام بتقل جدا والعناصر اللي الجسم محتاجها زي عنصر الزنك اللي ليه دور قوي جدا في تغذيه الشعرايه احنا مش بناخده. فضروري لو انت بتعملي دايت قاسي او عامله عمليه تكميم المعده لازم نهتم جدا بعنصر الزنك. كمان الناس اللي مش بتاخد بروتين كافي ده بيكون سبب من اسباب تساقط الشعر، وعاده الشخص اللي عنده نسبه البروتين قليله هيكون عنده ارهاق او وهن في العضلات. كمان لو بنعاني من الانيميا ده برضو يكون من ضمن اسباب تساقط الشعر. وضروري جدا نهتم بالاكلات اللي فيها عنصر البيوتين زي الخضروات وزي الاسماك وزي البقوليات، لان عنصر البيوتين ده عنصر مهم جدا في تكوين الشعرايه. ولو بناخد ادويه كتيره من الادويه اللي هقولها دلوقتي فده برضو ممكن يسبب تساقط، سواء ادويه مضادات حيويه او لعلاج المفاصل او حاجه مضاده للاكتئاب، كل ده ممكن يكون سبب في التساقط. ولو انت مهتمه جدا بتسريحات شعرك والاوفر ستايلنج ليه سواء استشوار او البيبي ليس او صبغات او فرد للشعر، فده ممكن يكون سبب قوي اصلا لتساقط الشعر. كمان مهم جدا تاخدي بالك من غسيل الشعر، ما نستخدمش الشامبو اكتر من 3 مرات في الاسبوع، ونستخدم كميه مناسبه مش كميه كبيره. وراعي وانا بنظف الشعر انضفه بطريقه المساج مش بطريقه قويه عشان ما اوقعش الشعر. الشعر من الحاجات اللي بتتاثر جدا بالهرمونات، اي تغير في الهرمونات هيعمل تساقط في الشعر زي تغير هرمونات الغده الدرقيه، او لو انت بتاخدي قراص منع الحمل فدي ممكن تسبب تساقط، وبرده لو وقفتيها مره واحده هيحصل تساقط. مهم جدا تاخدي بالك من صحتك النفسيه لان الضغط والتوتر بيأثروا على الشعر. كمان لو انت بيئه فيها ناس كتير بتدخن ده ممكن يكون سبب من ضمن اسباب تساقط الشعر، لان التدخين بيترسب على الشعرايه وبيخنقها. وبعد ما اتكلمنا عن اسباب وانواع تساقط الشعر اظني شويه عرفتي تحددي نوع التساقط اللي عندك، بس يلا بينا اقول لك ازاي تحددي نوع التساقط اللي عندك بطريقه سهله وبسيطه. 4 حاجات هتعمليهم عشان تحددي نوع التساقط اللي عندك. اول حاجه العدد والمكان والزمان والظروف. العدد لو اكتر من 100 شعرايه فانت فعلا كده عندك تساقط. المكان لو كان على شكل بؤر فدي الوبوشيا ارياتا او الثعلبه. لو كان في الشعر كله فدي التاليجن افلوفيوم، وده غالبا نتيجه انت مش مهتميه باكلك او عندك ستريس. لو كان شكل التساقط من النص بس من الاطراف الشعر موجود ده تساقط شعر وراثي. اما لو كان من الامام وانت سنك 40 او 50 سنه
فده نتيجه تقدم السن. الظروف لو انت بتعاني من ستريس او قله تغذيه او عمليات تخسيس، وبعد ما تجمعي الداتا من 4 حاجات اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي بقيتي قادره ان انت تحددي نوع التساقط اللي عندك. اما بالنسبه للتحاليل المطلوبه عشان نقدر نحدد نوع تساقط الشعر، انا شايفه ان هي ملهاش اي دور قوي الا في حالات معينه، بس عاده التحاليل اللي بتطلب هي التحاليل دي CBC وتي 3 وتي 4 وتي اس اتش اللي هي تحاليل الغده الدرقيه، كذلك بعض العناصر المهمه زي الزنك والايرون. اما بالنسبه لتحليل فيتامين دي وتساقط الشعر فانا شايفه ان هو ملوش اي لازمه، لان كلنا اوريدي عندنا نقص فيتامين د. اما بالنسبه للعلاج فده هيعتمد على نوع التساقط اللي عندنا، ولو في اي سبب من اسباب تساقط الشعر زي اللي احنا ذكرناهم بتعمليه حاولي ان انت توقفيه او تعالجيه. اما بالنسبه للمنتجات فدي ان شاء الله هنتكلم عنها في فيديو تاني. وصدقيني تساقط الشعر ليه حل، لان علاج المشكله قايم على تشخيص ووعي ومنتجات كويسه. وبكده يكون كلامنا خلص في فيديو النهارده، وانتظرونا في فيديوهات تانيه كتير.